مساء النور والجمال على عيونكم. تعالوا اقول لكم على احلى واطعم صينيه بطاطس بالفراخ هتاكلوها في حياتكم. شايفين المنظر؟ اقسم بربي لوحه فنيه. تسلم ايدي والله. يلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه ست الكل كانت قاعده كده بتقطف الملوخيه، قلت اخدها لقطه كده وهي قاعده بتقطف الملوخيه. ست مصريه اصيله قاعده بتقطف الملوخيه على الارض. ثانيا بقى ورحت عامله البطاطس، دخلت انا اقطع البطاطس كده، قشرتها وقطعتها عريضه علشان ما تتهريش مني، وفي الاخر اتهرت. بس ده مش عيب مني يا جماعه والله، يعني المشكله مش مني، المشكله في البطاطس هي اللي وحشه. اي حاجه طبعا مش هنجيبها فينا، احنا زي الفل. ما تنسونوش في الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس، اعملوا لايك للفيديو ده وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، لان انا بحب اعرف انتوا منين. وكمان هتلاقوا الفيديو ده كامل على القناه. لازم بقى ننضف في الفراخ 5000 مره لحد ما تكون كده فله، علشان ريحه الزفاره، وكمان لو فيها اي حاجه تشيلوها. هنا كنت بعمل للفراخ سكين كير، لازم نعمل لها سكين كير وتخليها كده ايه فله، مش من حقها ولا ايه؟ حقها تعمل سكين كير وتبقى فله كده منوره. بصوا بقت ايه بتنور. وغسلتها والله بعدها كذا مره كمان يعني، بس ما صورتش عشان التليفون يعني زي ما انتم شايفين ايه خربان. بعد كده بقى قلت هعمل البطاطس بقطعها وبعد كده بحط عليها كل التوابل. بدل ما بحطها وهي على النار بحط البطاطس دلوقتي بقطعها وبحط عليها التوابل علشان البطاطس تاخد من طعم التوابل. فطعم التوابل يكون باين كده، ما تكونش مثلا لما تيجوا تاكلوها تلاقوا طعمها طعم البطاطس، لا يعني عايزين نحس بطعم التوابل معاها. انتوا اكيد فاهمين قصدي. بس كده حطيتها بقى وتبلتها وبنركنها على جنب. بعد كده بنعمل الصلصه اللي هي الطماطم يعني، هنقطعها ونفرمها، ودي اكتر مرحله انا بكرهها في حياتي، مرحله الفرم دي. بس هنعمل ايه؟ هنا كنت قاعده بغني بهون على نفسي يا جماعه، لازم نهون على نفسي بجد، بتبقى مرحله صعبه قوي. بكرهها، معرفش في بينا عداوه كده، ما بتجيش معايا سكه المرحله دي. ثانيا بقى حطيت مكعب زبده علشان نخلي الفراخ كده تاخد تشويحه وتاخد الصدمه بقى بتاعت ايه السمنه. حطيت بقى الوراك، بصوا الوراك بقت بتنور، ما فيهاش اي حاجه، بقت يعني ايه فله. وهنا بقى كنت بحط بقى كان فيه هنا حبه اللي هي الرقبه بقى، وحته كانت من الورك برضك حطيتهم. وهنا بقى حطيت البطاطس. لقيت متتخضوش، دي توابل يعني، كل ده هيروح اصلا دلوقتي وهيبوش بقى مع الصلصه ومع الفراخ وكده. والفراخ برضك بتاخد من التتبيله دي، هو كله بيندمج مع بعضه، فما تقلقوش والله حلوه جدا، جربوها وعلى ضمانتي. بعد كده بقى حطيت الصلصه وهنسيبها تاخد حبه على النار، بعد كده هننزلها الفرن عشان تاخد لون. طبعا دي طريقه الرز وكلكم عارفين طريقه الرز، يعني مش محتاجه شرح، يعني مش هنفضل نرغي على الفاضي، هي مش محتاجه شرح يعني. بس هقولكوا على تركيه حلوه قوي في الرز. بصوا الرز بقى كان بينور. بصوا لما تيجوا تحطوا الميه، حطوا عقلة صباعكم في الرز، ودي مش حاجه مقرفه ولا حاجه، انتوا بتقيسوا بس تشوفوا الرز مظبوط ولا لا، عشان يطلع معاكم مفلفل وعسول. لو ازيد من عقله هيطلع معاكي معجن، اقل هيكون مظبوط. بصوا بقى، بصوا الجمال، لوحه فنيه والله. تسلم ايدك يا بنت يا شوشه والله. خدت كده لون تحميره كده وكانت عسوله قوي. وبصوا الرز مفلفل، مفيش حبايه لازقه في التانية، والله العظيم بجد حلو قوي. دي طبعا كانت الملوخيه اللي ست الكل عملتها، انا ما بعرفش اعمل ملوخيه بصراحه يعني. بس كده وسلام.